السلام عليكم، ومع تركاية جديدة من تركات الغرباوي. تركاية النهاردة هتتعلم معايا فيها how to determine the order of transition series، يعني هتعرف إذا كانت الترانزيشن سيريز اللي معاك هي first أو second أو third أو fourth transition series. بص معايا، احنا عارفين إن عندنا 7 horizontal periods in periodic table، وعارفين إن الفيرست ترانزيشن سيريز بتبدأ معايا من period 4 وبتبدأ بالاسكانديوم وتنتهي بالزنك. اما السكند ترانزيشن سيريز بتبدأ معايا من بيريود 5 وبتبدأ باليوتاريوم وتخلص بالكادميوم. اما الثيرد ترانزيشن سيريز بتبدأ معايا من بيريود 6 وبتبتدي باللانثانيوم وتخلص بالميركوري. اما الفورث ترانزيشن سيريز بتبدا من بيريود 7 وبتبتدي بالاكتينيوم وتخلص بالكوبرنيسيوم. مش هو ده اللي انا جاي اتكلم معاك فيه، انا جاي اعرفك هي ليه الاولى من الاسكانديوم للزنك بقت الفيرست، واللي بعديها بقت السكند، واللي بعديها بقت الثيرد، والاخيره بقت الفورث ترانزيشن سيريز. بص معايا، الفيرست موجوده في بيريود 4. خد الفور دي كده وماينص منها التلاتة بيريودز اللي سابقينها، في 3 بيريودز سابقين بيريود 4، يبقى 4 ماينص 3 ايكوال كام؟ ايكوال 1. علشان كده الاولى دي هتعتبر فيرست ترانزيشن سيريز. لما ننزل للبيريود اللي تحتيها او السيريس اللي تحتيها هي موجودة في بيريود 5. لو اخدنا ال5 وشلنا منها برضو ال3 بيريودز اللي فوق دول هيديني كامل التوتال، هيديني 2. اذا دي اسمها second transition series. لما نيجي للسيريس الثالثه اللي موجوده في بيريود 6 ونكتب رقم البيريود ونشيل منها الثلاثه بيريودز الاولانيين دول هيديني رقم 3 او المجموع 3. بعد كده افهم ان دي اسمها third transition series. لما اجي للسيريس نمبر 4 اللي هي موجوده في بيريود 7 واخد رقم البيريود 7 واشيل منها الثلاثه بيريودز الاولانيين دول هتديني 4، وبالتالي اكيد الاخيره دي اسمها fourth transition series. برضو مش دي اللي انا جاي اتكلم معاك فيها، بس احنا قربنا قوي. لو جيت تبص للحاجات دي كلها، ايه اللي ثابت وايه المتغير؟ اللي ثابت معايا الرقم 3، سيبه دلوقتي. المتغير معايا مرة 4 علشان في بيريود 4، ومرة 5 علشان في بيريود 5، ومرة 6 علشان في بيريود 6، ومرة 7 علشان في بيريود 7. طب الارقام من 1 ل 7 دول كلهم بيعبروا عن مين؟ دول كلهم بيعبروا عن الN. قال لي طيب لو شلت المتغير ده وحطيت مكانه N وعملت علامة الماينس بتاعتك وثبت الرقم 3، يعني N ماينس 3، بيطلع معاك ايه؟ بيطلع معاك مرة 1 اللي هي الفيرست، مرة 2 يبقى السكند، مرة 3 يبقى الثيرد، مرة 4 يبقى الفورث. يعني بيعرفك النمبر of a order of transition series. يعني لما تحب تعرف الاوردر بتاع الترانزيشن سيريز تجيبها من الرول n-3، بشرط طبعا ال n اللي معاك ممكن تكون 4 وممكن تكون 5 وممكن تكون 6 وممكن تكون 7. اذا لما تحب تعرف الارينجمنت او الاوردر بتاع الترانزيشن سيريز بتستخدم الرول n-3. انا اديتك التركية دي علشان تفهم مش علشان تحفظها. معظمنا بيحفظها وخلاص وبيجاوب. اتمنى انك تكون فهمت انت بتعمل ايه، وانتظرني في تركية جديدة ان شاء الله. سلام.